عملية أرجو من أخطر العمليات اللي عملتها CIA، ولكن بالمناسبة قبلها مصر نفذت عملية شبهها شوية ويمكن أصعب كمان. خليك معايا للآخر علشان تعرف مصر عملت إيه. القصة الحقيقية لعملية المخابرات الأمريكية أرجو وعميل المخابرات توني مينديز. أهلا بيكم وبرنامج عين، وأنا علا أبو السعدات. تعالوا نبتدي الحكاية من الأول خالص. في 15 نوفمبر سنة 1940 وتحديدا في ولاية نيفادا اتولد طفل اسمه أنطونيو جوزيف مينديز أو توني مينديز. باباه كان من أصل مكسيكي وكان شغال في مجال تعدين النحاس، ومامته كانت أصولها خليط بين الإيطالية والفرنسية والأيرلندية، واشتغلت في حاجات كتير، شوية صحفية شوية في أعمال فندقية وغيرها. توني مينديز بعد ما خلص المرحلة الثانوية دخل الجامعة، بس ما كملش فيها كتير، ولكن كان موهوب جدا في الرسم، فاشتغل بيها في أول حياته المهنية، واشتغل كمصمم ورسام في شركة طيران كبيرة. سنة 1965 جه بالصدفة قدامه إعلان شكله مميز جدا بيطلبوا فيه مصمم جرافيك، ولكن مش باين مين صاحب الإعلان، فقال تمام أقدم وخلاص. المهم طلع الإعلان يخص المخابرات المركزية الأمريكية CIA، وكان دوره إن هيكون فنان تجسس لقسم الخدمات الفنية، يعني يزور مستندات، يزور بطاقات هوية، يخلق شخصيات تنكرية بإكسسوار كده لزوم التخفي، واشتغل كمان ضابط مخابرات كعميل سري جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط. عمل عمليات سرية كتير، وخصوصا في الحرب الباردة بين أمريكا والاتحاد السوفيتي، وكان خبير انه يخرج الناس من الدول اللي فيها مشاكل طارئة، سواء كانت حروب او ثورات وخلافه. ومن اهم اعماله ان ساعد دبلوماسي اسيوي وضابط في المخابرات الامريكية في الهروب من خلال تخفيهم كرجال اعمال اوروبيين. سنة 1979 قامت الثورة الإيرانية وحولت إيران من نظام ملكي دستوري تحت حكم الشاه محمد رضا بهلوي لجمهورية ليها نظام حزبي إسلامي عن طريق الاستفتاء، والخميني هو مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية. الشاه محمد رضا بهلوي اللي اتعزل كان مدعوم من أمريكا، والثوار اللي قاموا بالثورة كان أغلبهم بالبلدي كده رد سجون، أغلبهم خارجين من السجون سواء كان عليهم أحكام سنين أو إعدامات. والنتيجة اقتحم الثوار اللي وصفوهم بالسلميين اللي ليهم مطالب وكده مقر السفارة الأمريكية في طهران، وعينك ما تشوف الا النور. دخلوا من هنا وعبروا عن غضبهم بكل شكل ولون، واحتجزوا الطاقم اللي شغال في السفارة، كان حوالي 52 واحد، لمدة 444 يوم، وعملوا حالة من الهرج والمرج في السفارة، وجابوا عليها وطيها ونزلوا العلم الأمريكي من على السفارة. والموضوع ده عمل أزمة كبيرة جدا دبلوماسية ما بين أمريكا وإيران، واللي وصلت إن العلاقات اتقطعت تماما. المهم في 6 دبلوماسيين أمريكيين قدروا يهربوا من السفارة، بس يروحوا على فين؟ ده لو حد من الحرس الثوري الإيراني أو الثوار شاف خيال شخص أمريكي مش هيسمي عليه. الدبلوماسيين ال6 استخبوا في أماكن مختلفة، واحد منهم استخبى في سفارة السويد، واحد تاني في سفارة كندا، والباقي في أماكن مجهولة، لغاية ما اتجمعوا في بيت السفير الكندي في طهران واستخبوا عنده لمدة 3 شهور وأكتر. 3 شهور إقامة كاملة، طبعا مدة كبيرة جدا، وللأسف لا عارفين يخرجوا ولا يتواصلوا مع أي حد خارج إيران. وزارة الخارجية في واشنطن ابتدت تتحرك علشان تحرر ال6 دبلوماسيين اللي مستخبيين في بيت السفير الكندي. اقتراحات كتير بقى اتقالت، اللي منها ان يتم تغيير هويتهم كمدرسين، ولكن المشكلة ان ما كانش في مدارس في الوقت ده، او كفنيين بترول او خبراء تغذية. ولكن للأسف كل الاقتراحات المعروضة ما ينفعش تتنفذ على أرض الواقع، لغاية ما ظهر ضابط المخابرات توني مينديز أو رجل الظل، وإيه بفكرة جهنمية. والفكرة إن يعملوا شركة إنتاج وهمية ويصوروا فيلم كندي وهمي في إيران، ويغيروا هوية الدبلوماسيين ال6 لناس شغالة في الفيلم، كاتب على مخرج على منتج على مصور، وبالاتفاق مع سفارة كندا إن هيتم عمل باسبورات بهويات جديدة ليهم ويخرجوا من إيران بالطريقة دي. وفعلا وزارة الخارجية والمخابرات الأمريكية وافقوا على الفكرة، وعملوا شركة إنتاج وسموها استوديو 6، وابتدوا يدوروا على سيناريو فيلم خيال علمي وهمي واللي سموه أرجو.
وفكرته عن حرب النجوم اللي كانت الناس بتحب قوي النوعية دي من الأفلام في الوقت ده. وعملوا كمان دعاية وإعلانات كتير عن الفيلم الوهمي ده. سافر توني مينديز على إيران بهوية كندية مزيفة، وأخذ موافقة لتصوير الفيلم في إيران مع وزارة الثقافة الإيرانية. وفي يوم الجمعة 25 يناير سنة 1980 توني مينديز راح على بيت السفير الكندي وقابل ال6 دبلوماسيين وعرفهم بالخطة كلها، وطلب منهم إن كل واحد يحفظ هويته الجديدة، ودربهم كمان على طريقة الاستجواب لو لا قدر الله يعني اتقبض عليهم، وحاول يدربهم نفسيا كمان إزاي يمروا من الموقف ده، وخصوصا إن الشوارع في إيران ما كانتش أمان تماما. الحرس الثوري منتشر في كل مكان وبيضربوا نار طول الوقت كنوع يعني من استعراض العضلات، فما بالك بقى لو شموا بس ريحة أمريكان في المكان. بعد 3 أيام تقريبا توني مينديز اختار الوقت اللي يتم السفر فيه وهو الساعة 5 الفجر، علشان الحراس الثوريين يكونوا تعبانين أو نايمين وما يركزوش مع الأمريكيين اللي بيهربوا. وفعلا سافروا على طيارة ألمانيا. توني مينديز في مذكراته كان بيقول: كانت هناك أوقات أشعر فيها بأننا لن ننجح عندما كنا نمر في إحدى نقاط التفتيش، ولكن تمت العملية بنجاح. قصة المخابرات أرجو اتعملت فيلم حقيقي بنفس الاسم وأخد جايزة أوسكار سنة 2012 وقام ببطولته بن أفليك. اتوفى توني مينديز في يناير 2019 عن عمر 78 سنة بعد ما كان بيعاني من مرض الشلل الرعاش. قصة عظيمة ومؤثرة مش كده؟ على فكرة بقى مصر قبليهم عملت أعظم وأخطر من العملية دي. تعالوا نعرف في السريع كده. بعد حرب 67 وإسرائيل في قمة انتصاراتها كانت بتخطط إنها تنقب عن البترول في خليج السويس عن طريق حفار اتعاقدت عليه، وكان هيخرج من كندا على ساحل العاج ومنها على ساحل البحر الأحمر ومنه على خليج السويس. ولكن المخابرات المصرية عملت خطة عظيمة بأنها طلبت من المخرج محمد سالم إنه يعمل فيلم هناك بأي طريقة، وأفراد من المخابرات يسافروا معاهم كطاقم عمل، وبالطريقة دي يقدروا يفجروا الحفار هناك في عملية مخابراتية عظيمة. وفعلا اتعمل فيلم عماشة في الأدغال بطولة محمد رضا وفؤاد المهندس، وتمت العملية بنجاح وفجروا الحفار اللي كانت إسرائيل فرحانة بيه في 8 مارس سنة 1970. ولما اتعرفت العملية الفيلم اتعرض في السينما سنة 1972 وحقق أعلى إيرادات في السينما المصرية. لينا السبق برضو، هعمل حلقة كاملة بالتفصيل قريب إن شاء الله. خلصت الحكاية، كنت معاكم علا أبو السعدات وبرنامج عين.